إذا كنت عاوز تزيد عضلات وتكون قوي وأسرع فاستخدم معايا أسلوب التدريب ده، والأسلوب ده بكل بساطة هو الكلاستر سيت. والأسلوب ده ببساطة بيعتمد على إنك تعمل مثلا من عدتين لحد 3 عدات من 75% من الوار ار ام، العدة اللي بتجيب بيها آخرك في أتقل وزن، وبتاخد بعد العدتين دول من 20 لحد 30 ثانية. ونفس الكلام ده بتكرره بس بتزود لحد 90% من الوار ار ام، وهتلاقي نفسك بتعمل الكلام دوت مرة واثنين وثلاثة لحد ما توصل انك هتنهي المجموعة بتاعتك، وبعدها بتبدأ تاخد فترات الراحة العادية بتاعتك ان كانت بقى 3 دقايق او دقيقتين زي المجموعة التقليدية العادية اللي انت بتريح فيها في التمرين. فبعض الدراسات لقت ان هو بيحسن معاك من القوة اللي هي الباور، وكمان بيحسن معاك من السرعة، بل وكمان بيحافظ عليها. ومن هنا جت دراسة في 2018 لما جربوا يقارنوا بين الاسلوب ده وبين المجموعة التقليدية العادية خالص، فجابوا بالظبط 9 اشخاص واعمارهم 23 سنة وذكور، وما كانش عندهم اي اصابات، وكان عندهم خلفيات رياضيه مختلفه. فهم قسموهم مجموعتين بشرط ان المجموعتين دول هيوصلوا ل 90% من الباور بتاعهم. فاول مجموعه هنلاقي ان هي عملت عدتين وخدت الراحه بتاعتها العاديه خالص اللي هم الدقيقتين، وقررت الكلام ده لحد 6 مجاميع. اما لو جينا لتاني مجموعه اللي هم استخدموا اسلوب الكلاستر سيتس، فهم عملوا عدتين وريحوا 20 ثانيه وكرروا نفس الكلام ده لحد ما وصلوا لعدد مجموعات معينه. فخلصوا كل الكلام ده في المجموعه الواحده وخدوا راحتهم العاديه خالص نفس المجموعه الاولى وهي الدقيقتين، مع مراعاه ان التمرين السكوات في المجموعتين دول المجموعه الثانيه عملت السكوات مع الكالف ريس، يعني هم نزلوا السكوات وبعد كده طلعوا عملوا السمانه وراها على طول. وفي النهايه خالص قاسوا لهم اجمالي العدات الكليه نمبر اوف توتال ريبس، وعدد العدات الفعاله نمبر اوف افكتيف ريبس، وقاسوا لهم كمان بقى السرعه والقوه، ومعاهم كمان التوتال ورك اجمالي الشغل اللي هم عملوه في التمرينه، ومعاها كمان برضو الحركه السلبيه. وكانت النتيجه بقى مفاجاه، ان المجموعه الثانيه اللي هم الكلاستر سيتس لاحظوا ان هم زادوا في عدد العدات الفعاله واجمالي كمان معاها العدات الكليه. ولاحظوا كمان برضو ان الباور والفيلوسيتي القوه والسرعه كانوا متساويين في المجموعتين لما عملوا العدات الفعاله واجمالي العدات الكليه. ومن ضمن النتيجه ان هم لاحظوا ان المجموعه العاديه اللي هم التراديشنال اتفوقوا عن اللي عملوا الكلاستر سيتس في حاجات مثلا زي الاسنتريك الحركه السلبيه، ومعاهم التوتال ورك اجمالي الشغل بتاعك. فمن هنا جت اراء تانية وناقشت في الدسكشن وقالت لك ان اسلوب الكلاستر سيتس احيانا بيكون ليه تاثير طفيف وسلبي على ان هو يزود لك من السرعه والقوه عن الاسلوب التقليدي، رغم ان انا كنت لسه قايل من شويه ان هما الاتنين متساويين في النتيجه. فمن هنا ده يفهمك ان مفيش اي ادله قويه بتدعم ان في اسلوب عن التاني بيزود السرعه اكتر او الباور القوه. حتى الاختلافات والاراء كانت بسيطه جدا في الكلاستر سيتس عن التراديشنال في الباور والفيلوسيتي. فانت من هنا كواحد محترف قوه بدنيه لازم تراعي الفروقات الفرديه وامكانيه انك ازاي تعرف تطبق الاجهاد بشكل صحيح، وبالذات مع الرياضيين. وفي النهايه انت كمدرب او حتى شخص رياضي ممكن عمليا تطبق النظام دوت يكون قائم على القوه والسرعه لو انت فعلا عندك الرغبه في فترات تدريبيه اكبر. الاهم فوق ده كله انك لازم تراعي عوامل مثلا كتيره جدا زي الاكل والنوم والعامل النفسي وانت بتطبق الاسلوب ده، وتكون برضو مراعي الجينات والفروقات الفرديه والسن. ولحد هنا الكلام لسه ما خلصش. هل ينفع بقى اطبق النظام ده في الرياضات مثلا زي الكره الطايره ولا لا؟ دي ان شاء الله هحاول اعمل ليها فيديو تاني. ولو عجبك الفيديو اكيد طبعا مش محتاج اقولك هتعمل ايه.